السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيفاش غادي نديروا الخبيزات ديال الهامبرغر، يعني دوك الخبيزات اللي كندير بهم الساندويتش. غادي نحتاجوا ليها واحد الكميه ديال العجينه العجيبه. انا سبق لي عطيتكم يعني المقادير والكيفيه كيفاش كدار. وغادي نحتاج معها واحد البيضه كامله مخلطه مع واحد شويه الحليب ولا صوص الصوجا. كنحتاجو كذلك معها واحد شويه ديال الزنجلان، شويه ديال زريعه الكتان، وقليل من السانوج. تقدروا ديروا اي شيء يعني هكا، لان حنا غاديين نديروه فوق من الخبيزات يعطينا داك الشكل اللي كيكون فوق الخبيزات. غادي نمشيو للطريقه ديال اننا نقادو هاد الخبيزات ديالنا. غادي ناخدو العجينه كما شفتوا. غادي نحطها هنا وغادي نقسمها يعني على كويرات. غادي نحاول انني نقسمها. هاد الطروفه اللي دابا قطعت غادي خصني نديرهم مكورات باش يعني يجوني بحال الخبيزات، بحال ديك الخبيزات اللي كنديروا اللي كنشوفوا يعني ملي كنمشيو نشريو واحد الساندويتش ديال همبرغر. كنبقى ندخلوا هاد الجناب ندخلوهم هكا الوسط بحال هكا، ونديروا ليهم هذا الشكل يعني ديال بحال هكا. نبقى ندوروهم باش يدخل ليا ديك العجينه لتحت وتجيني يجيني الشكل ديالها يعني بحال هكا. هادو غادي نديرهم في واحد الصفيحه معدنيه ديال الفرن ونخليهم، لان هاد الخبيزات خصهم يخمروا، خصهم يعني يتضاعف الحجم ديالهم بجوج الخطرات ولا ثلاثه الخطرات. غادي نجيب الصفيحه ديالي وغادي ندير يعني واحد شويه ديال الزيت اولا ندهن ديك الصفيحه. كناخذوا الصفيحه وكنستفوا فيها هاد الخبيزات، يعني كنحطوا خبيزه وكندهنوا الصفيحه، لان غادي ندهنوا بالبيض وغادي يقدر يطيح لينا البيض في هاد الصفيحه، ما نبغيوهاش تلصق لينا. نديروا هاد الطريقه لكل شيء هاد الخبيزات. نعاودوا الطريقه ديال هاد يعني التكوار ديال هاد الخبيزات. كما شفتوا كنبقى ندخلوا العجينه للوسط بحال هكا بحال هكا حتى تندخلوها كلها للوسط. من بعد كنهزوها ونحطوها ونبقى ندوروها بحال هكا باش تبقى يعني تكولا ليا ديك العجينه اللي درت لتحت يعني تجمع وتعطيني كويره تكون هكا بحال هكا. صافي نمشيو على الطريقه تنكملوا كلشي الخبيزات ديالنا. كملنا الخبيزات ديالنا في التكوار. دابا غادي ندهنهم بالبيض باش يجوني يعني مذهبين ويجوني في الشكل ديالهم زويون. غادي ندهنهم كلهم، يعني ندهنهم مره ولا الاولى غير نشف، وغادي نعاود لهم المره الثانيه باش يعني تشد ليا يعني ياخذوا ليا واحد الكميه مزيانه ديال البيض. الخبيزات دهناهم على جوج المرات كما قلت، خليناهم نشف المره الاولى وعاودت لهم المره الثانيه. وكل خبيزه ندير من فيها واحد الشكل ديال يعني الزريرات، مثلا جنجلان ولا زريعه الكتان ولا السانوج. مثلا عندي انا 6 الخبيزات غادي ندير جوج جوج صافي. وغادي نغطيو عليهم، نديرهم في شي مكان يكون دافئ، يعني مثلا الفران غادي نشعلوه ونطفيوه غير ياخذ لينا يعني الدفء في الداخل ديالو، ونطفيوه وندخل انا هاد الخبيزات ديالي فيه ونخليهم حتى يخمروا ليا. خصهم يخمروا مزيان، ماشي غير واحد شويه وندخلهم الفران، لا خصهم يخمروا ويشبعوا الخميره. ملي كيشبعوا الخميره كيجيو مفخفخين من الداخل مزيان مزيان. وندخلوهم الفران اللي كنكونوا سخناه من قبل على درجة حرارة 200 ولا 220. وقبل ما ندخلوهم كما قلنا انا نرشوهم شي شويه ديال الماء. الا كان عندنا البخاخ ديال داك البخاخ اللي كيرش الماء نرشوا عليهم مزيان وندخلوهم الفران صافي هكا. الخبيزات خليناهم حتى خمروا، يعني عطينا لهم الوقت مزيان حتى خمروا تماما. الا كانت عندنا ديك الرشاشه يعني البخاخ اللي كيبخ لينا الماء غادي نبخوا عليهم الماء، يعني نفزقوهم بالماء ونفزقوا حتى اللطا. ما عندناش غادي نديروا غير بالشتاء بحال هكا نبقى نحطوا عليها الماء. هذه كتساعد على ان الخبز يجي الخبيزات يجيو رطبين، ما يجوش قاصحين. ديك الجلده الفوقانيه تكون رطبه.
وقبل ما نديرو غادي نكونوا سخنا الفران ديالنا، شعلناه وخليناه يسخن مزيان تماما، وغادي ندخلوا فيه واحد اللاطه ولا واحد الاناء يكون ديال كيدخل الفرن، نديروا فيه الماء ونديروه في الاسفل ديال الفرن، نخليه بدا يطبخ باش يعطينا البخار في وسط من الفران. هاد العمليه هادي كتساعد على الخبز او اي مخبوزات تجي يعني رطبه وتتكون القشره ديالها رقيقه من الفوق، ما كتكونش سميكه. هادشي علاش كنديروا لها هذيك العمليه. صافي دابا غادي ندخلوا هاد الفران حتى يتحمروا مزيان ونخرجوا. الخبيزات ديالنا طابو خرجناهم من الفران كما شفتوا، كيجيو بحال هكا، كيجيو محمرين، يعني نقدروا نديروا بهم يعني همبرغر، سندويتشات هكا للوليدات ولا لينا الا كنا غنديروا شي نزهه ولا شي حاجه، ولا بالليل يعني الواحد يقطعهم يعمرهم يدير بهم يعني خضار كفته ولا المهم هما لايقين للساندويتش. كنتمنى هاد الطريقه اللي درت تعجبكم وتجربوهم كيجيو زوينين. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر او معجنات اخرى. ما تنساوش تشاركوا معايا في قناه تعلم الطبخ المغربي بوغرن. خليتكم على خير ومع السلامه.